عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشوني. انا النهارده هخف عليا بصراحه اكل عيش من البيت كده. تعالوا بقى نعمل الطريقه مع بعض. حطيت كوبايه من اللبن الدافي، وهحط كوبايه من السكر، معلقه كبيره قصدي من السكر اهوت، معلقه كبيره من السكر، ومعلقه كبيره من الخميره اهي، وهندوبهم كده كويس، وهنسيبهم بقى ايه 10 دقايق. هنسيبهم 10 دقايق مع بعض كده. صراحة أنا يعني الواحد تعب من العيش اللي بره، فبيحب اللي هو يغير كده، تغيير كده يا جماعة ايه في البيت اهو. وهحط كمان كوباية من المية الدافية اهو، وكده بقى ايه هنسيبهم كده مع بعض زي ما انا قلت لكم 10 دقايق يخمروا كده، وهنرجع لهم بقى ايه تاني. وهو يا جماعة بعد ما سيبناها 10 دقايق اهوت، معانا بيضتين هنحطهم. بسم الله اهو. نخلي العيش بتاعنا ايه يعني فيه مادة غذائية كده اهوت. ومعايا فانيليا سايلة هحط زي معلقة صغيرة كده اهوت، ومعايا نص معلقة كبيرة من الملح. وهدوب بقى الخليط بتاعنا كده في بعضه اهوت. انا بس يا جماعة يعني عايزة بس الدعم منكم، عشان اللايكات ضعيفة اوي، وانا عايزة افضل معاكم. بحبكم في الله جدا جدا، وعايزة القناة تستمر بكم وافضل معاكم على طول. فيعني انا مش عارفة اقول ايه، بس كل اللي انا بقوله يعني اللي انا حابة ان انا افضل معاكم، فالدعم شوية في اللايكات والمشاهدات يعني. بحبكم في الله جدا جدا. 4 كوبايات دقيق من ديت اهو، 4 كوبايات ونص دقيق منخول. طبعا انا نخلته عشان انا كل مره بنخله قدامكم، فمش حابه ان انا ايه ازعجكم يعني الوقت الطويل يعني اهو. حطينا كده 2، ومعانا 2 ونص تانيين اهو. واهو، وقلل نص كوبايه، يعني ايه 4 كوبايات ونص من الدقيق يا جماعه اهو. احنا بقى ممكن نحش المضرب كده اهو، ونعمل بقى ايه بايدينا. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. والتعليقات برضو يا جماعة ببقى مبسوطة جدا وسعيدة لما بلاقيكم فاكريني وبتشوفوني وبتعلقولي وكده. شفتوا العجينة بتاعتي اهيت، ما احتجتش اي حاجة تانية. هي كوباية المية السخنة مع كوباية اللبن الدافية برضو، مع البيضتين، مع ال4 كوبايات دقيق ونص اهوت، والمعلقة كبيرة خميرة، ومعلقة سكر كبيرة، ومع نص معلقة ملح. وانا كده العجينة بتاعتي بقت تمام. انا هحتاج لها كمان يعني ايه اقل من نص كوباية زيت. هتشوفوها دلوقتي معايا، اقل بس من نص كوباية زيت، يعني ولا ربع ولا اكتر من الربع واقل من النص. وهو يا جماعة اقل من نص كوباية من الزيت، اقل من نص الكوباية، يعني اكتر من الربع بمعلقتين 3 كده اهو. وبرضو بمسكها كده المها بالزيت بتاعي اهو. هي طبعا خلاص لمت اهيت وبقت تمام، انتوا شايفينها وهشه وما شاء الله عليها اهوت. شفتوا وطريه وجميله جدا. شفتوا طريه ازاي؟ شفتوا طريه وهشه وحلوه ازاي؟ يعني انا ايه اهو من الطريان بتاعها جميله 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 يا جماعه بصراحه. وتغيير يعني احنا بنحاول ان احنا نغير معاكم. طبعا انتوا ممكن تكونوا بتعملوا حاجات افضل واحسن، بس احنا بنحاول يعني ايه اللي احنا نغير معاكم كده اهو. وبلمها كده بقى كويس جدا، وبسيبها ايه نص ساعة بالظبط تخمر وتضاعف في الكمية بتاعتها. وبرجع لكم بقى، بس زي ما بقول لكم لايكاتكم مش تنسوني، بحبكم في الله، مش تنسوني دايما. احب ان انا ابقى على بالكم على طول على طول. هنسيب بقى العجينة بتاعتنا نص ساعة وهنرجع لها. بعد ما العجينة بتاعتي خمرت وبقت حلوة، هنمسكها كده هنكورها
اهوت. بسم الله. خليها كده كور كبيرة وحلوة عشان تعمل معاكي ايه رغيف حلو. شوف ملمس العجين يا جماعة حلو ازاي، بسم الله ما شاء الله. اهو. ونحطه بقى ايه على حاجة في رحلة هنا اهوت. اهو. بتعمل معانا بقى 5 كور 6 كور على حسب ما بتعمل معانا العجينة بتاعتها. انا عايزاها السمك بتاعها يبقى تخين كده وحلو اهو. وهي يا جماعة عملت معانا 6 كور وايه، ودي صغير كده يعني هو رغيف بس صغير. 6 كور من العيش. هنسيبها بقى ترتاح برضو 10 دقايق كده ونرجع لها تاني. هحط بس كده بالمعلقة شوية زيت كده في الصينية بتاعتي، وهخبز عليها بقى ايه العيش. بسم الله ما شاء الله. شفتوا العيش اترفع وبقى تمام اهوت. هنمسكه كده بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. انا عايزه السمك بتاعه يبقى تخين، يبقى تخين كده يا جماعه ويبقى حلو كده وكده كويس جدا عليا اهو. انا عايزاه يبقى عيش كده يعني تخين كده ملحم كده ملزلز كده يا جماعه فاهمين. اهو. تعالوا بقى نعمله على البوتاجاز. ومعانا طاسه وبرده فيها معلقتين من الزيت اهو. وبنهدي كده البوتاجاز شويه عليها، وهننزل بقى ايه برغيف العيش بتاعنا اهو يا جماعه. شفتوا اهو. نفرده كده بالراحه اهوت. بس زي ما انا قلت لكم انا عايزه السمك بتاعي يبقى كده. تحط معلقتين زيت في الطاسه من تحت اهو. بس كده. شفتوا رغيف العيش بتاعي يا جماعه قب ازاي وبقى جميل اهوت. وبننقله بقى على الناحيه التانية كده اهو. شوف شكله جميل خالص 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 اهو. وتسيبه بقى يستوي من الناحيه التانية. واهو يا جماعه قلبته بقى الناحيه التانية اهو. وكده عد يعني شوفوا شوفوا شو جميل ازاي اهو. الناحيه التانية كانت بيضه شويه فانا قلبتها عليه. هشوفه معاكم. وكده اهوت بقى تمام من ناحيتين اهوت. هي الكاميرا جايباه غامق شويه بس هو لونه كده جميل جدا. هنطلعه بقى ونحط واحد تاني اهو يا جماعه. وحطيت الرغيف التاني اهوت. واخلص بقى ايه بقيه الكميه وارجع لكم اهو يا جماعه. بعد ما قلت لكم انا هخلص بقى بقيه الكميه وارجع لكم. حبيت برضو ان انا اعمل معاكم تاني اهوت اهو. قلت لكم زي ما انا قلت لكم هنفرده كده هنا حاجه بسيطه كده، وايه هنرفعه بقى ايه على الطاسه بتاعتنا. واهو يا جماعه شفتوا الرغيف من ورا ومن قدام اهوت. جميل جدا وريحته خطيره بصراحه. وفي ماده مغذيه يعني في بيض وفي حاجات حلوه يعني ايه وتغيير كده يا جماعه زي ما انا قلت لكم اهو. واهو يا جماعه عملت معاكم بقى العيش اهو. بسم الله. دي طبعا الرغيف الصغير. شوفوا يا جماعه طرو حلو ازاي. شوفوا يعني انت بتعملي الرغيف طرو حلو ازاي وبتفرد معاكي وبتتني معاكي. يعني حاجه جميله كده في البيت يعني تستاهل بقكم. قومي بقى اعمليها زي ما انا عملت كده بالظبط. الوصفه هتعجبك جدا. شفتي يعني حاجه حلوه كده مش عايز حتى يعني مش عايز غموس بصراحه. يعني انت تاكليه كده بس بكوبايه شاي كده ولا شاي بلبن كده وايه والحاجات الحلوه كده يا سلام. اهو عملنا بقى ايه 7 رغيفه. بسم الله. 1 2 3 4 5 6 7. وبسم الله. شوفوا من تحت لحديت فوق اهو. شوفوا من تحت لفوق كله زي بعض اهو. شوفي بتتني رغيفك ازاي اهو. اي حاجه عندك تغمسي بيها مش فيه يبقى مش مشكله خالص. إيه زي ما انا قلت لك إيه تعمليه بكوبايه شاي كده اهو. يا رب يكون الفيديو بتاعي عجبكم واشوفكم على الف خير في فيديو جديد. ولو اول مره بتشوفونا انا اسمي نجوى ابراهيم. وزي ما قلت لكم كده يا جماعه معلش انا عايزه محتاجه منكم بس الدعم عشان افضل معاكم. بحبكم في الله جدا جدا. حابه دايما ان انا ابقى معاكم واعيش معاكم كده طول العمر. طبعا اشوفكم في فيديو جديد مع الف سلامه. باي باي. عملنا النهارده بقى شويه عيش كده بالزيت والدقيق والبيض وجميل جدا. عملنا 7 رغيفة من العيش. جميل جدا وحلو وهش وحلو خالص خالص خالص
اهوت شفتوه بالتين ازاي وجميل ازاي اهو. اهوت طبعا انا دقت ده لقيته طعمه خطير. الله جميل جدا يا جماعه، عايزاكم تجربوه بقى. تعالوا بقى نشوف طريقه التحضير.